ردت بسمة بوسيل على الإعلاميات اللي هاجموها بسبب طلوعها في إحدى برامج البودكاست، وقالت فيه إن حياتها مع تامر كانت دمار ليها، وإنها كانت هتنهي حياتها لولا والدها، وإنها اتغشت واتخانت وكلام كتير. والكلام ده ما عجبش ناس كتير وخصوصا الإعلاميات، فطلعت بسمة بمنشور على موقع تبادل الصور انستجرام، وقالت قصة فيها إسقاط على حياتها الزوجية السابقة مع النجم الشهير، بأن كانت في بنت شاب لقيت عقد ألماظ فعجبها وفتنها جماله، وكل الناس كانت بتحسدها عليه، وبعد فترة كانت بتلبسه وبتتفاخر بيه، والبنات كانت بتغير منها وبتحسدها عليه، وكانوا شايفين إنها ما كانتش تستاهل ولا تستحقه، لأنه ملك للدولة مش ملك ليها، وإن لازم اللي تلبسه تكون تحمل جنسيته. وفي ناس كانت شايفة إن تسريحة شعرها ما كانتش مناسبة ليه، فكانت بتحاول تغير لبسها وطريقة شعرها عشان يتناسب مع جمال عشان تكون جديرة بيه، وعشان تخلص من كلام الناس اضطرت إنها تسيب العقد للدولة، وقالت تستاهل واحدة واخدة جنسية الدولة دي، لكن ما سلمتش من كلام الناس، وقالوا ازاي دي تعمل كده، هل ممكن تكون بعقلها؟ لكن هما ما كانوش عارفين حجم المعاناة اللي كانت شايفاها لما كانت لابسة العقد اللي كل الناس كانت بتحسدها عليه.